مساء الفل يا جماعة. لو بتحلم كتير بمقابر، عرايس، خيوط، عناكب، تعابين، كلاب، قطط، حيوانات مفترسة، الكلام ده كله لو اتكرر معاك في الحلم، فانت ما ينفعش تتجاهل الأحلام دي. هكلمكم دلوقتي عن تجربة شخصية. الأحلام دي بتيجي كإشارات إن في أذى معين، لو أنت تجاهلتها معرفش ده بقى إيه بقى، ده معناه إيه؟ هل هي يعني غباء مني حاصل معايا كده إن أنا كنت بتغابى، أو أنت لسه لم يكتب لك إنك أنت تفهم إنك أنت محتاج تحصن نفسك والأذى ده يروح عنك أيا كان بقى، أيا كان نوع الأذى. يعني أنا مثلا فضلت سنين بحلم بتعابين وعقارب ودود، تمام؟ كتير كتير جدا. والتعابين انا حلمت بيها بكل اشكالها وانواعها. عمركم شفت مؤمنين تعابين فوشيا؟ انا بقى شفتها، يعني حتى دي انا حلمت بيها. وكان التفسير ان انت محتاجه تحصني نفسك، انت محتاجه في اذى وانت محتاجه تحصني نفسك. وانا بقول شكرا وبقول بيني وبين نفسي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انا مش محتاجه اعمل اي حاجه، ربنا قادر ان هو يحفظني يفسد سواء حسد او سحر او اي حاجه. ده كان كلامي لنفسي لما حد بيقول لي كده. 4-5 سنين ويمكن اكتر بحلم بالعقارب والتعابين والكلام ده، والتفسير واحد، والنصيحه والاشاره من الحلم او يعني رساله من الحلم بتبقى واضحه جدا وبتتقال من ناس متخصصه. وبرضو انا بكلم نفسي على ان انا مش محتاجه اعمل اي حاجه، الحافظ هو ربنا وما يقدروش يعملوا حاجه لو ربنا مش رايد. وطبعا ده كان غباء مني لان الكلام صحيح، ولكن احنا مأمورين بالاخذ بالاسباب. انا بمجرد ما سمعت الكلام واللمبه نورت كده، الحمد لله بعد 5 سنين اشارات، الحمد لله فهمت اخيرا ان انا محتاجه ان انا احصن نفسي فعلا على سبيل ان انا باخد بالاسباب. احنا في الاخذ بالاسباب ما عندناش يما ارحميني. يعني ربنا كان بيأمر ستنا مريم وهي بتولد بان هي تهز نخله عادي جدا. الاخذ بالاسباب، التيسير بقى ان احنا نخلي هز النخل ده كانها بتهش دبانه، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن الاخذ بالاسباب احنا مأمورين بيه. فين وفين بقى على ما انا ما فهمت الرساله، الحمد لله اخيرا، وبدات ان انا التزم بالتحصين اللي هم نصحوني بيه. ايه هو التحصين الخطير الخرافي اللي ما والله لو كان سحر اسود بيجري في ظل قرموط في البحر المتوسط، والله الاحمر حتى مفيش قراميط هناك، المهم هيبطل. مفيش حد هيقدر يأذيك لا بحسد ولا بسحر لو بتقرا سوره البقره كل يوم، سوره البقره واذكار الصباح والمساء. انا دايما كنت بأثر في اذكار المساء لان انا اليوم عندي بينتهي اللي هو ايه، غصب عني، بيبقى النوم بيغلبني، مش بنام بمزاجي يعني. واجهتني صعوبة كبيرة جدا في الالتزام بسورة البقرة. هو أنا كنت ملتزمة بيها بس واجهتني صعوبة أثناء ده في الأول لمدة 40 يوم كده ورا بعض. أول فترة، أول كام يوم كتير يعني، ما كنتش بقدر إن أنا أكملها من غير ما أنام. كنت بنام نوم عميق عميق وسريع جدا، يعني أغمض عيني أحلم على طول كأني بقالي 6 ساعات نايمة مثلا. ومجرد ما اقفل القران مثلا او اقول افصل دماغي شويه اقوم داخله على الفيسبوك الاقي نفسي فوقت وصحيت وبقيت زي الفل. ارجع للقران انام في ساعتها، وعملت كل حاجه عشان ما انامش. يعني مثلا قلت طب اقوم اتمشى وانا بقرا القران، انام وانا واقفه، بنام وانا بتمشى. عملت قهوه، اشرب القهوه باخد البق انام قبل ما ابلعه. انتوا متخيلين النوم كان سريع ازاي؟ كنت بنام والقهوه لسه ما بلعتهاش في بقي، بنام بسرعه بطريقه غريبه. فاول فتره من قرايه سوره البقره كانت صعبه عليا جدا وبتاخد وقت طويل. بس بعد كده بالوقت والاستمرار الحمد لله الموضوع بقى اسهل كتير وما بقتش بنام وانا بقراها. مفيش اي حلم تاني من الاحلام دي بقيت احلمه، وبقيت حاسه فعلا ان انا محميه ومتحصنه. انا بنصح كل الناس ما تتجاهلش الحاجات لما تتكرر. يعني مثلا المسيحيين دول نصرة في المنام، لما يجيلك بتحلم بمسيحيين وانت مظلوم في حاجة، ده بشرى ليك انك انت ربنا هينصرك. ولكن لما تتكرر وتشوف كنايس وتتكرر مقابر، الأماكن المهجورة، بيوت المهجورة، لا هنا ممكن سياق الحلم ياخدك لحتة ان في أذى معمول. وساعتها ما تأجلش وما تكسلش وتوكل على الله، لان فعلا بتبقى الدنيا واقفه وعطله وانت مش قادر تتحرك من مكانك من كتر ما الموضوع قوي. وربنا اراد ان انت تخف. يعني هو الحسد والكلام ده والسحر مذكور في القران، وبرده في نفس القران فيه العلاج. فانت مش محتاج حتى تروح لشيخ، انت كل اللي تعمله في بيتك. يعني من غير، انا ما احتجتش لاي حاجه الحمد لله لوحدي يعني. فعلا اخذوها بركه ولا تستطيعها البطله اللي هم السحره. فعلى فكره اللي مش هيعمل لايك للفيديو ده انا هاذيه. سلام.